دلو حبيبي، تسلم بجد على وقفتك جنب امي وانا في الجيش. مش هنساها لك. ايه يا علوة الكلام ده؟ دمي يا ابني، انت بتهزر. بقول لك ايه، اقفل اقفل، انت اخويا التاني، بلاش الكلام ده. الو، ساره عامله ايه؟ ايوه يا علي. ايه لسه جاي على بالك؟ بقالك 3 ايام واخد اجازه ولسه مكلمني دلوقتي؟ معقول اعرف من مامتك واختك ان انت رجعت؟ هو انا لازم اتحايل عليك يا ابني عشان اشوفك؟ ولا المفروض بقى اعمل لك زي البنات وجو الاهتمام ما بيطلبش؟ يا بنتي هو انت النكد في دمك؟ انا نازل اسبوع عشان اتبسط واشوفك، ابتديتيها بحواراتك ونكدك ليه؟ بقول لك هتنزلي اشوفك ولا لا؟ لا يا علوة، انا مش هنزل. خلاص براحتك، انا مش هضغط عليك عموما. مش هترد؟ ماشي يا علي. الو، دلو ازيك عامل ايه؟ انا ساره. معلش انا خدت رقمك مره، كان علي اتصل من عندي وعملت له سيف للطوارئ. انا بس بدور عليه وعماله اتصل وهو مش بيرد، فقلت هو اكيد معاك. لا هو مش معايا يا ساره. هو انا كنت هشوفه النهارده فعلا بس اجلناها يعني عشان انا حصل لي ظروف. مفيش فايده يعني يا علي؟ ماشي. الو، دلو عامل ايه؟ معلش كالعاده بوجعلك دماغك. اصل علي برضو بتصل عليه مش بيرد فقلقت. لا يا بنتي، انت تتصلي اي وقت براحتك، بس هو برضو مش معايا. المهم انت طمني عنك، عامل ايه؟ الو. ايوه حبيبي انا جاهزه. انت وصلت فين؟ ايه يا علو عامل ايه؟ بقول لك ايه يا ابني، ساره اتصلت بيا بتقول ان هي عماله تدور عليك. انت مش عايز ترد عليها ولا ايه؟ ساره؟ ودي عايزه منك ايه دي، ولا جابت رقمك منين؟ انا معرفش. هي بتقول ان انت مره اتصلت بيا من عندها وهي عملت سيف للرقم للطوارئ. غريبه، دي ما اتصلتش الا مره ولا فكرت حتى تبعت رساله. بقول لك ايه يا دلو، لو اتصلت بيك تاني انا عايزك تعمل اللي اقولك عليه ده بالظبط بالحرف. ماشي يا علو، هعمل اللي قلته بالحرف. سلام يا صاحبي. علي؟ ايه يا ساره، ايه الاخبار؟ ايه كنت مستنيه تقابلي صاحبي ولا ايه؟ فاكره ان انت لما هتكلميه مره واتنين وتحكوا هينزل يقابلك ويخوني؟ افهمني يا علي، انا ما كنت بعمل كده كنت عايزه الفت نظرك، كنت عايزاك تهتم بيا اكتر. بحس ان انا باجي في اخر اولوياتك. حتى لما بتنزل اجازه الجيش كنت بتشوف اهلك وصاحبك وانا في الاخر. وانت بقى مصدقه نفسك والكلام اللي انت بتقوليه ده ان انا هصدقه؟ فاكره انه مبرر بتبعدي صاحبي عني عشان خاطر افضلك؟ انت انسانه مريضه. علي ارجوك افهمني، انا ولا عايزه اخسرك ولا عايزه اخسرك صاحبك. عموما يا ساره محدش هيطلع من الحكايه دي خسران اي حاجه الا انت. كنت فاكره نفسك هتكسبي صاحبي على حسابي. وعايزه اقولك على حاجه، انا صاحبي صاحب بجد، ما بيخونش صاحبه. بس العيب عليك انت، هتعيشي وتموتي خاينه، ولا هتطوليني ولا هتطولي صاحبي. لا يا علي، انا ما كنت بكلمه على فكره، كنت بسال عليك انت واساله. انت ما كنتش بترد عليا خالص. روحي يا بنتي اتعالجي عشان بس ما تعيشيش مريضه وكمان خاينه. علي، علي ثواني انا بكلمك.